يا بجح يا بجح، وليك عين تيجي لحد هنا؟ بجح؟ انا لو بجح يا دكتور كنت قلت لك عاوز المرتب المتاخر بقالي يومين. امال انت عاوز ايه؟ عاوز المرتب المتاخر بقالي يومين. اهدى بس اهدى بس، هتدخلني طيب وتشربني قهوه مظبوط عشان اقول لك كلام مهم ولا امشي؟ امشي. اهدى يا دكتور، والله العظيم والله العظيم انا ضميري مأنبني من ساعه البيعه اللي بعتها لك الصبح، بس انا جاي اصلح. تصلح ايه يا واطي؟ ده انت بعتني مع اول قلم، قبل اول قلم حتى. انت كنت عاوزني استنى اول قلم؟ وبعدين ما انت عارف يا دكتور انا لو اتلطيت معاك دكتور عصام كان هيمشيني، انما انت اخرك ايه يعني؟ هتتوقف يومين وترجع تاني. انت عايز اعرف انا جايب الحل ايه الحل؟ اللي هيخلصني، اللي هو ايه؟ اللي هينقذك. هقول لك الشنطه دي فيها العينات اللي هتتحلل في قضيه الفلان. انا دكتور عصام لو شم خبر اني خدتها بره المصلحه هيشنيرني، بس كل يوم انا هشافك. افتح معايا. دي عينه الجلد، وده عينه الضوافر، ودي بقى عينه البول. عينة بول ليه؟ مفيش بول اصلا في القضيه. لا دي بتاعتي انا، خليها لي عشان شاكك ان انا عندي املاح. ما انت كده كده هتحلل. طب هتدخلني طيب معاك ولا؟ عين الاول. شفتك على فكره. اتفضل. انت مش عارف انك موقوف عن العمل؟ انا عارف يا فندم، بس انا اللي جرأني وجابني هنا ان انا لقيت حل القضيه. ايه، حللت ميه غسيل الفانيلا واكتشفت انهم كانوا بيغسلوا الغيارات البيضاء مع الالوان؟ لا يا فندم، انا بص حضرتك، انا لقيت عينه جلد غير مطابقه للجلد المجني عليه تحت ضوافره، فلو طبقنا العينه دي مع عينات المشتبه فيهم اللي هيطابق هيبقى هو القاتل. نفس هي النتيجه اللي كنا هنوصل لها من الفانيلا. برضه خدت عينات تاني بره المبنى؟ لا يا دكتور، انا النتيجه دي وصلت لها قبل الوقف عن العمل. طب اقفل الباب واقعد. انت عارف انا عملت ايه عشان الم الموضوع ده؟ عارف يا فندم، بس والله العظيم حضرتك لو تعرف ابعاد الموضوع والمشاكل اللي عندي في البيت هتعرف ان انا مظلوم. مشاكلك الشخصيه تفصلها نهائي عن العمل. انا عايز تقرير مفصل عن القضيه وبشرفي. لو ده اتكرر تاني لا اطلع عليك القديم والجديد. عمره يا فندم، عمره ما هيتكرر تاني. اشتغل على العينه. اتفضل اشتغل.